هل يعقل أن الشيء الوحيد الذي يجعلني أشعر أنني ما زلت مسلما هو مجرد أنني أصلي؟ هل سأقف يوم القيامة فأجد عملي غير مقبول؟ مستحيل. ربي غفور رحيم، بالتأكيد سيغفر لي ويقبل صلاتي، أليس كذلك؟ فأنا أصلي على الأقل، وهناك من لا يصلي أصلا، إذن أنا بخير، أليس كذلك؟ لكن مسألة القبول والرفض ليست بيدي ولا بيدك، فهي أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومع ذلك هناك طريقة في التفكير رفضها الله، وأخرى مدحها وبين أنها طريق الصالحين. فمثلا قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: أين الرجل ليصلي 60 سنة ولا تقبل له صلاة؟ قيل له: كيف ذلك؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. فإذا كنت تعلم يقينا أنك لا تتم ركوعك ولا سجودك ولا تحافظ على الخشوع، ثم تقول بعدها بثقة: إن شاء الله مقبولة، فهنا مكمن الخلل في التفكير. كيف تقبل صلاتك وأنت لم تؤديها كما أمر الله؟ هل هناك واسطة أو استثناء خاص؟ أبدا. يقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أي أن المؤمن الحق حتى بعد أن يصلي أحسن صلاة ويصوم أفضل صيام ويعمل الخير قدر استطاعته، يبقى خائفا ألا يقبل عمله، شاعرا بالتقصير، راغبا في مزيد من التحسين. فمن أين جاءت هذه الثقة الزائدة عند البعض؟ كيف نطمئن أننا مقبولون ونحن لا نعرف حتى أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تقبل بدونها؟ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل لا يشيب في الإسلام، وما أكمل لله ركعة واحدة. قيل: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. إذن ما فائدة الصلاة؟ هل يعقل أن الله يدخلني النار لأنني صليت في 3 دقائق بدل 5؟ هل الدقيقتان هما الفارق بين الجنة والنار؟ إن هذا التفكير يشبه ما قالته اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، ظنا منهم أن علاقتهم بالله خاصة، وأن الله لا يحاسبهم مهما فعلوا. فجاء الرد الإلهي: قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. الحقيقة أن الله لا يريد منا الكمال، بل الإخلاص والمجاهدة. فلو ظللت ساجدا عمرك كله ما وفيت حق الله، لكن الله أمرك أن تعمل على قدر استطاعتك وأن تحاول. فإن وقفت في الصلاة وجاءتك وساوس الدنيا عن الطعام أو الراتب أو المباراة، فهذا طبيعي. المطلوب أن تستعيذ بالله من الشيطان وتنفث عن يسارك 3 وتكمل صلاتك. ومع الوقت والمجاهدة ستجد نفسك تتحسن تدريجيا من 90% سرحان إلى 70%، ثم 40%، حتى تصل إلى خشوع حقيقي. فالخلاصة: إذا كانت صلاتك مليئة بالنقص لكنك تجاهد نفسك لتحسينها، فأنت أقرب لوصف المؤمنين. أما إذا كنت تصلي بلا خشوع ولا اهتمام، ثم تطمئن أنها مقبولة دون محاولة للإصلاح، فأنت أقرب لوصف من غرتهم الأماني. فالطريق واضح: إن حاولت بصدق فعسى الله أن يسامحك ويقبل منك. أما إن أهملت وتكبرت واعتمدت فقط على التمني، فلا تتفاجأ يوم القيامة.